الملك محمد الخامس مات بطريقة غريبة. كانت مجرد عملية جراحية بسيطة في الأنف غيجريها الملك داخل المصحة الخاصة بالقصر بالرباط. كان من المفروض تجرى العملية يوم السبت ويخرج الملك من المصحة يوم الأحد، ولكن غيخرج منها جثة في نفس اليوم. فشنو وقع بالضبط؟ الملك الراحل محمد الخامس غيسافر لسويسرا باش يخضع لفحوصات طبية بسبب غيبوبة متقطعة كانت كتجيه من حين لآخر، وهنا غيكتشف أنه كيعاني من سرطان في الأذن. غيتقبل الملك قضاء الله وقدره وغيرجع للمغرب باش يرتاح، ولكن الوضعية الصحية ديالو غتزيد تدهور، وهنا غيقترحوا عليه الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة داخل القصر الملكي على اللوزتين. هاد العملية كانت كتبان بسيطة وسهلة، ولكن فاش غتبدا غيكتشفوا الأطباء أنهم قدام ورطة وكارثة. أولا عدم حضور طبيب القلب أثناء العملية، ففي وسط العملية الملك غيعاني من مشاكل في القلب وغيفقد حياته بسببه. ثانيا عدم وجود دم اللي مفروض يكون واجد لإجراء بحال هاد العمليات، وحتى لوسط العملية عاد بدا تحرك عاجل لإيجاد فصيلة الدم النادرة اللي محتاجها الملك، وهنا بدا التنقل بين المدن. ثالثا جرات العملية في يوم راحة لأغلب الأطباء، أي جرات العملية في يوم عطلة. هادشي كامل غيفتح سؤال المؤامرة اللي هو واش الملك تعرض للاغتيال ولا لا. مؤرخين مغاربة وسياسيين بارزين طرحوا نفس السؤال، بحال عبد الكريم الفيلالي، محمد البصري، وحتى الطبيب عبد الهادي مسواك.